ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي هتوفر لك 150 جنيه. ايوه 150 جنيه. هنعمل مع بعض الزبده الفلاحي اللي سعرها ارتفع جدا بكيلو لبن بس وازازه فاضيه بس. ولو انت حابه تعملي اكتر من كده براحتك، 2 كيلو 3 كيلو براحتك، بس اهم حاجه تكون الازازه كبيره وفيها فراغ بالشكل ده كده زي ما انت شايف. انا قبل الفيديو رجيت فيها شويه كده لان هي بتحتاج قد ربع ساعه من الرج كده، وانت قاعده قدام التلفزيون كده وافضلي رج فيها كده. فاكرين القربه اللي كانت زمان كانوا بيبقوا عاملينها كده من جلد الماعز كده، كنا بنحط فيها اللبن وبنفضل نخض فيها لحد ما الزبدة تعزل من اللبن تمام. هوريكم دلوقتي ابتدت تظهر معايا كده على قد ما اقدر كده بالكاميرا. هوريكم اهي شكل الزبدة خلاص قربت تعزل كده من اللبن اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا اللبن اللي انا حطاه جوه الازازه ده ني خالص، يعني لا غليته ولا اي حاجه. هو كان عندي في الفريزر وطلعته من الفريزر، خليته فك كده شويه وبعدين عبيته في الازازه زي ما انتم شايفين كده. يعني ولا خليته غليته ولا اي حاجه، ولا عملت زبده من القشطه، ولا عملتها بكريمه الخفق ولا اي حاجه. بس لو بتشوف الفيديو لأول مرة، أنا مروة عبد العظيم من مصر، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. خلاص كده زي ما انتوا شايفة كده الزبدة ابتدت كده تعزل من اللبن وتتكتل معايا كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفة. كانوا بقى يحطوا اللبن ده كل صبح كده في القربة دي ونفضل نخض يعني ولا أحسنها جيم. كنا نصحى كده نعمل شوية رياضة كده، بس دلوقتي خلاص بقى طلع بدلها دلوقتي غسالة صغيرة كده يعني اسمها خضادة، يحطوا اللبن ده فيها وتفضل بقى تخض فيها لحد لما السمنة تعزل من اللبن وتطلع على الوش كده وبعدين يلموها. ان شاء الله بعمل لكم فيديو تشوفوا فيه الطريقة دي. انا لسه اهو برج فيها برضو، عايزة اطلع اكبر كمية من الزبدة. شايفين؟ انا بس عايزة اوريكم ازاي هي اهي اتلمت كده على بعضها وعزلت كده من اللبن، بقى اللبن تحت وهي فوق كده بالشكل ده كده. وما تخافيش هتنزل معاكي من الازازة بكل سهولة. هنفضيها دلوقتي مع بعض كده وهنشوف اهو. اهم حاجة ان تكوني عاملة فراغ كده بين اللبن وبين الازازة اهو. انا جايبة بس كيلو واحد بس، وهنشوف هيطلع لي كمية قد ايه من الزبدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الكمية؟ شايفين عاملة ازاي؟ كلنا يا جماعة دلوقتي عارفين اسعار الزبدة بقت بقد ايه. ممكن تسيحيها تعملي منها سمنة بلدي، ممكن تخلي الزبدة معاكي لكل الوصفات اللي انت حابة تحط فيها زبدة. جبت كده مية بتلج، ودي اهم خطوة انك تكوني محضرة مية بالتلج علشان الزبدة تلم معاكي بكل سهولة. انا هلم الزبدة كده من على الوش اهو كده. هبدأ ان انا المها كده جوه المية بتلج كده، هتبتدي ان هي تلم على بعضها على طول من المية الساقعة. هلم كله كده ما هسيبش حاجة كده بالشكل ده اهو كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كمية حلوة من الزبدة اهي تقدري انك انت تسيحيها تعملي منها سمنة، وتقدري ان انت تعملي بيها اي وصفة حابة تعمليها من الزبدة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا فرحانة قوي بالكمية الزبدة اللي نزلت من اللبن. واللبن طبعا ده برضو مش هنسيبه، هوريكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. شايفين كمية الزبدة اللي طالعة من كيلو واحد لبن؟ اللهم بارك. شايفين؟ تقدري تكوريها زي ما انا عاملاها كده
وتقدري تعمليها مربعة وتحطيها في ورق زبدة وتشيليها في التلاجة. دلوقتي بقى نيجي للبن اللي نزل من الزبدة. اللبن ده يا جماعة هنعمل بيه ممكن تعملي بيه معجنات، وممكن تعملي بيه حاجات كتيرة قوي، المهم انك يعني ما يترميش. انا دلوقتي هعمل بيه الجبنة القريش. هحط كده معلقتين من الخل. المفروض كنت احط معلقة واحدة بس على قد الكمية، بس انا زودت معلقتين بس. للأسف يا جماعة مقطع الجبنة بعد ما خلصت اتشال مني في المونتاج بعد ما خلصت. كان نفسي اوي اوريها لكم. هي الجبنة عزلت من يعني اترفعت لفوق كده وعزلت عن الشرش بتاع اللبن او المهلة زي ما بنقول عليها في الارياف. وبعدين خدت الجبنة دي وضربتها بالمضرب الكهربائي لحد ما بقت معايا كريمي خالص كده، والجبنة قريش حلو قوي. ابتديت ان انا اصفيها كويس من الشرش اللي فيها او المهلة، وبقت معايا جبنة حلوة قوي. بس للأسف المقطع ضاع مني في المونتاج، والله كان نفسي قوي تشوفوه، بس ان شاء الله اعمله المرة الجاية بكمية اكبر من اللبن علشان تشوفوه كويس. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وقبل اي حاجة ما تنسوش الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تطيب بها القلوب وترفع بها المحن وتفك بها العقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.